قبل أن يسجل اللاعب إبراهيم البزغودي الهدف الثاني لفريق أولمبيك خريبكا دقيقتين قبل ما تم ضد فريق اللي شاب اللي كما نقولوا هذا محك حقيقي لفريق أولمبيك خريبكا. استطعنا نوقفوا على المدى الجاهزيه البدنيه ديالنا، فالحمد لله كان محك اللي هو في المستوى. هذا فيما جمعت مباراة النصف النهائي الثانية ضمن فعاليات دوري تيفي بين الوداد البيضاوي ونهضة بركان. المواجهة حسمتها ضربات ترجيح لفائدة الفريق البركاني بنتيجة 6-5 بعدما كانت نتيجة الوقت الأصلي من المباراة آلت إلى التعادل بدون تسجيل. ويذكر بأن الفريقين معا خاض المباراة بالفريق الرديف. وهكذا إذن سيجمع النهائي بين نهضة بركان وأولمبيك خريبكا. وبخصوص هذه المباراة نتابع تصريح الفرنسي بيرتران مارشون مدرب فريق نهضة بركان. نتابع. On vient sur Berkane en fin de semaine et on va jouer contre le champion en titre, le WAC. C'est une grande récompense pour le public berkanais, les supporters berkanais, de recevoir pour la présentation un peu, la préparation de la prochaine saison, la grande équipe du WAC. Donc nous recevrons cette équipe avec tout l'honneur qu'elle mérite et on essaiera bien sûr pour ce premier match à blanc de gagner ce match pour bien rentrer dans la saison. عقدت الجامعة الملكية المغربية